اول حاجه فكرت فيها ان لازم اخد فيزا الجزائر. ناس كتيره جدا قالت لي ان فيزا الجزائر صعبه جدا صعبه جدا، مش تقدر تاخدها لانهم بيرفضوا اصلا. هم هناك مش عايزين سياحه. كل اللي كان بيتصدر لينا الفتره اللي فاتت دي ان الجزائر ما بتحبش السياحه ومش عايزين سياحه. فقلت لازم اشوف انا موضوع ان هم ليه ما بيحبوش السياحه واخد فيزا الجزائر. طلعت على السفاره على طول وخدت فيزا الجزائر، ما كملتش اسبوع، 10 ايام، وكانت سهله جدا. واول حاجه قلت لازم اروح هناك. اول ما انزل لازم اشوف مقام الشهيد. دخلت على مقام الشهيد، قلت لازم اشوفه ولازم اشوف المتحف كمان بتاع مقام الشهيد. انا شفت مقام الشهيد بالمنظر ده، انا جسمي اشعر بصراحه، لان فعلا 130 سنه احتلال للجزائر. 130 سنه، يعني الجزائر محتله من الفرنسيين، وخلال الفتره دي كلها يعني يعتبر 130 سنه بلد اتقلب حالها خالص. وفي خلال 7 سنين بس، 7 سنين بس، 1.5 مليون شهيد يعني ضحوا بأرواحهم علشان البلد دي ترجع تاني، أو تمشي الاحتلال منها وترجع تاني للجزائريين. 130 سنة احتلال لبلد مش قليلة، يعني ثقافات اختلفت، ناس راحت ناس جت، قرن ونص يعتبر يعني. فكنت طبعا كنت لازم افهم ايه هو مقام الشهيد، وايه ان قصة مقام الشهيد اللي احنا دلوقتي داخلين عليه. وكنت واقف عنده ده كنت مذهول من اللي انا بشوفه، لان انا قلت لازم ادخل المتحف وابدا اقرا على كل حاجة على مقام الشهيد اللي انا شفته دلوقتي ده. اول ما شفت الاعلام دي انا جسمي اشعر بصراحة من اللي كنت بسمع عنه، ان عندك هناك كل واحد بيكون ليه اسم من الناس اللي هي ماتت، او المجموعات اللي كانت بتتجمع مع بعض، الشيخ كذا والشيخ كذا والشيخ كذا. عملوا مجموعات كثيره جدا، وكانوا ان هم حاولوا ان هم في خلال ال 130 سنه دول يعملوا يفكوا الاحتلال اللي كان موجود على الجزائر. وفعلا في خلال 7 سنين حصل المجزرة الكبيرة ال1.5 مليون شهيد، علشان يقدروا ان هم يطلعوا الاحتلال بره البلد. رجالة 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 يعني. كنت مبسوط جدا، وكنت بشوف تعاملات الناس هناك، كانوا بيحبوا جدا المصريين. وكان بالاكتر لما تقابلوا اي واحد يقول لك عادل امام، هم يموتوا في عادل امام وقفشات عادل امام وكل حاجه ومسرحياته وكل حاجه. بيحبوا المصريين جدا جدا، وبيتعاملوا معانا بطريقه هايله. فانا بجد انا يعني استمتعت بزيارتي للجزائر. وكل واحد يقول لك ان الجزائر صعبه، التأشيرة بتاعتها أنا ما أخدتها بكل سهولة، وما فيش أي حاجة. خلال أسبوع كانت التأشيرة طالعة لي، وما فيش أي عوائق قدرت إن هي تقف قدامي. وبالعكس يعني ما قدمتش حاجات كتير، أخدت الفيزا وطلعت. وأنا واقف في مقام الشهيد هنا فقلت لازم أدخل المتحف. المتحف ده حاجة أنا شفته حاجة وهم بجد، من أحدث الأجهزة اللي كانوا بيحاربوا بيها لأقل الأجهزة اللي كانوا بيحاربوا بيها. قلت أدخل المتحف كده، متحف المجاهدين، جنب على طول مقام الشهيد. دخلت جوه، طبعا هو ممنوع التصوير اصلا، ممنوع ان انت تصور جدا جوه. ببص مستحيل ان حد يصور. سالت انتوا ليه مستحيل يا جماعه؟ ده احنا بننشر الحاجه الكويسه في الجزائر، وبننشر المقاومات اللي حصلت، وننشر الفكر اللي حصل. قال لك ممنوع. اضطريت ان انا اصور بصراحه كده، يعني اخد لقطات كده في الخلسه زي ما بيقولوا. وبدات ان انا ادخل جوه واصور متحف المجاهدين بكل حاجه جوه. كانت حاجه روعه، وكانت رحله بالنسبه لي كبيره جدا، واستمتعت بيها جدا. لان انا شفت جوه المقامات زي ما انتم شايفين كده، وفي المتحف جوه صعوبه التصوير. فكنت بصور يعني زي ما انتم شايفين، لقيت فعلا كان ممكن الواحد يضيع فيها، بس الحمد لله قدرنا ان احنا نصور بعد المقاومه.